في عالم الذكاء الاصطناعي عندنا مدرستين أو خلينا نقول فلسفتين أساسيتين في التفكير. الفلسفة الأولى بتبص على العالم وبتحاول تفرق بين الحقيقات وتصنفها، أما التانية فدي بتحاول تفهم العالم نفسه بعمق لدرجة إنها تقدر تخلقه من أول وجديد. النهاردة هنغوص في الفرق الجوهري ده بين الديسكريميناتيف مودلز والجنراتيف مودلز. سؤالنا المحوري اللي هنبني عليه كل حاجة النهاردة هو اللي قدامنا ده. يا ترى الأهم إن النموذج يتعلم إزاي يرسم خط فاصل بين القطة والكلب، ولا الأهم إنه يتعلم ماهية القطة نفسها؟ يعني إيه اللي بيخلي القطة قطة لدرجة إنه يقدر يرسم واحدة من خياله؟ الإجابة على السؤال ده هي اللي بتحدد فلسفة النموذج بالكامل، ويلا بينا نشوف إزاي. طيب، دي خريطة الطريق بتاعتنا النهاردة. هنبدأ بالفلسفة ورا كل نوع، وبعدين هندخل في لغة الرياضيات اللي بتحكمهم، وهنشوف إزاي قاعدة بيس العبقرية بتربط بينهم. بعدها هنشوف أمثلة حية كلنا بنستخدمها زي GPT، ونختم بسؤال مهم جدا عن سبب الثورة اللي احنا عايشينها دلوقتي دي. أول جزء معانا بيقدم الفكرتين دول كأنهم شخصيتين مختلفتين تماماً. القاضي اللي بيصدر أحكام واضحة، والفنان اللي بيبدع وبيخلق. الديسكريمينيتيف موديل هو القاضي. كل مهمته في الحياة، كل اللي بيركز فيه هو إنه يلاقي الحد الفاصل، الديسيجن باوندري، اللي بيفصل بين فئة والتانية. هو مش محتاج يفهم يعني إيه قطة أصلاً، هو بس محتاج يعرف إيه اللي بيميزها عن الكلب عشان ياخد قرار التصنيف، وبس كده. على الناحية التانية بقى عندنا الجينيريتيف موديل الفنان. ده عشان يقدر يرسم قطة لازم يكون فاهم جوهر القطة نفسها. لازم يتعلم التكوين الداخلي والتوزيع الإحصائي لكل تفصيلة في شكلها عشان يقدر يولد أو يخلق عينات جديدة تكاد تكون حقيقية. يبقى النقطة الجوهرية هنا واضحة جدا. الديسكريمينيتيف بيركز كل طاقته على الحد الفاصل اللي بين البيانات، أما الجنراتيف فبيركز على فهم توزيع البيانات نفسها بكل أبعادها. واحد بيفصل والتاني بيفهم عشان يخلق. طيب، كفاية تشبيهات بقى، خلينا نتكلم باللغة الدقيقة اللي بتوصف النماذج دي، لغة الاحتمالات. هنا هنفهم الفرق الحقيقي بين P of Y by X و P of X Y. عشان نبقى على نفس الخط، X هي المدخلات زي صورة مثلا، Y هي التصنيف زي كلمة قطة. الديسكريمينيتيف مودلز بتتعلم حاجة واحدة بس وبشكل مباشر، P of Y of X. دي بنسميها الاحتمالية الشرطية. يعني إيه؟ يعني ما هو احتمال إن التصنيف يكون Y بشرط أو بمعلومية إن المدخل هو X. هي بترسم علاقة مباشرة من المدخل للقرار. لو اديته صورة هيقول لك احتمال إنها قطة 90%. هو مش مهتم بالصورة دي شكلها إيه أو إزاي اتكونت. أما الجينيريتيف مودلز فدي بتلعب لعبة أكبر بكتير. هي بتتعلم الجوينت probability distribution اللي هو PXY، يعني التوزيع الاحتمالي المشترك للمدخلات والتصنيفات سوا. وده معناها إنها بتفهم شكل البيانات نفسها عامل إزاي. ولأنها بتتعلم PXY فهي كمان تقدر تحسب PXIY اللي هي معناها ما هو شكل البيانات X لو كان التصنيف هو Y. وبمجرد ما نسألها السؤال ده هي تقدر تولد أو تخلق بيانات X جديدة تماماً من العدم. طيب، هل العالمين دول منفصلين عن بعض تماماً؟ الإجابة لأ. في جسر رياضي بيربط بينهم، وهو واحد من أهم القواعد في علم الاحتمالات كلها، بيز رول. هي دي قاعدة بيز. بصوا كده على المعادلة اللي قدامنا. الطرف اللي على الشمال PY by X ده هو الهدف بتاع discriminative model، والطرف اللي على اليمين بقى فيه PX by Y و PY، ودول بالظبط اللي الجنريتيف موديل بيتعلمهم. المعادلة دي ببساطة بتقول لنا إزاي نقدر نحسب التمييز لو كنا بنعرف نولد. هو ده الجسر اللي بيربط بين العالمين. إذن الجنراتيف موديل بيتعلم توزيع البيانات بالكامل، وباستخدام قاعدة بيز نقدر نستغل المعرفة دي في مهمة تصنيف. لكن الديسكريمينيتيف موديل بيختصر الطريق ده كله وبيركز فقط على تعلم مهمة التصنيف P of Y على X بشكل مباشر. عشان كده العلاقة دي في اتجاه واحد. أي نموذج توليدي نقدر نستخدمه كنموذج تمييزي، لكن العكس مش صحيح. الفنان يقدر يشتغل قاضي، لكن القاضي مش بالضرورة يقدر يشتغل فنان. دلوقتي خلينا نربط كل النظريات دي بالواقع اللي بنعيشه. النماذج العملاقة اللي بنسمع عنها وبنستخدمها كل يوم بتنتمي لواحدة من الفلسفتين دول. الجدول ده بيلخص كل حاجة. نماذج زي Logistic Regression أو CNN Classifiers اللي بتصنف الصور دي كلها discriminative، هدفها الأساسي التصنيف. أما بقى عيلة GPT اللي بتكتب نصوص أو Stable Diffusion اللي بترسم صور، دي كلها نماذج generative، هدفها هو الخلق والتوليد. لو بصينا على GPT كمثال هنلاقيه نموذج توليدي كلاسيكي. مهمته الأساسية إنه يتوقع الكلمة اللي جاية في أي نص، وعشان يقدر يعمل كده صح هو لازم يتعلم التوزيع الإحصائي للغة نفسها اللي هو
P of X. هو بيفهم إيه الكلمات اللي غالباً بتيجي مع بعض وبأي احتمالية، وبكده بيقدر يولد لغة متماسكة ومنطقية كلمة ورا كلمة. وبنفس الطريقة بالظبط ستيبل ديفيوجن بيجسد فلسفة الفنان بشكل مثالي. هو مش بيصنف الصور، هو بيتعلم التوزيع الإحصائي للبيكسلز في الصور الطبيعية شكلها إيه، عشان يقدر يبدأ من مجرد ضوضاء أو نويز عشوائي ويحوله تدريجياً لصورة فوتوغرافية معقدة وواقعية. وده بيوصلنا لآخر وأهم سؤال: ليه فجأة كل الكلام بقى عن الجنريتيف AI؟ يعني إيه اللي حصل وخلى الثورة دي تنفجر دلوقتي بالذات؟ الإجابة ممكن نلخصها في الجملة دي: إحنا انتقلنا من مجرد إننا نسأل الآلة هل دي قطة، لإننا نطلب منها ارسم لي قطة راكبة حصان في الفضاء. دي مش مجرد خطوة، دي قفزة نوعية وهائلة في قدرات الذكاء الاصطناعي، قفزة من مجرد الفهم للتخيل والإبداع. بس في ملحوظة مهمة لازم نقولها: رغم القوة الخارقة للنماذج التوليدية، هي مش بالضرورة الأحسن في مهام التصنيف البسيطة. أحياناً نموذج تمييزي متخصص زي لوجيستيك ريجريشن ممكن يتفوق عليها في مهمة تصنيف محددة، لأن كل طاقته مركزة على المهمة دي وبس. ممكن نتخيلها زي الفرق بين سكين سويسري متعدد الأدوات ومشرط جراح. المشرط بيعمل وظيفة واحدة بس، لكن بدقة فائقة. القوة التوليدية المذهلة دي اللي بنتكلم عنها واللي غيرت شكل المجال بالكامل، كلها مدفوعة بعائلة واحدة بس من النماذج. وفي تحليلنا اللي جاي هنتعمق في قلب المحرك ده ونفككه حتة حتة. المرة الجاية هنتكلم عن The Transformers.